ورجعنا بعد الفاصل، بس رجعنا دلوقتي ومعانا ضيوفنا. معانا الفنان محمد نور. نورت الدنيا كلها يا محمد. الله يخليك. وحقيقي من قلبي انت دخلت الاستوديو انا نفسي ايديا نورت في عينيا. والله نورت يا محمد. انا اتبسطت كل الناس بتحبك. الله يخليك. اهلا بيك يا محمد. ربنا يخليك يا رب. معانا الدكتوره هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الاسريه. اهلا. الكاتبه الصحفيه رحاب فوزي. اهلا بيكي. اهلا بيك. هنتشرف بخبرتك النهارده. ميرسي يا فندم. ومعانا بقى استاذ تيمون السبكي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. صاحب صفحه يوميات زوج مطحون. احنا هنعرف النهارده ايه اللي طحنه. ده احنا قاعدين للصبح. يعني حياتك يعني بصراحه الستات كلها زعلانه جدا. لو ما عرفناش على فكره احنا ممكن نطحنه هنا ونعرف السبب عشان يبقى عندنا سبب. على الصفحه خالص. يبقى عندنا سبب للطحن بقى. اوكي. يا ست الكل معايا مستر محمد هيظبط الدنيا. انت لسه رومانسي مع مراتك زي ايام الخطوبه؟ فكر قبل ما ترد. لا هي سمعانه جدا. وانا عجبتني قوي عجبني قوي الانترو. يعني عايز اقول لك ان اول حاجه البرنامج مختلف جدا، لان احنا بنتكلم على ايه؟ فكره البرنامج انا اللي انا فهمته يعني ان انت بتتكلم ازاي اتنين كانوا كويسين مع بعض، حصل ايه عشان يحصل اختلاف، حصل ايه عشان اتنين ممكن ينفصلوا، عشان يبقى بينهم خرس زوجي يؤدي فعلا في الاخر ممكن حتى الانفصال. اصعب شركه في العالم دي الشركه اللي هي شريكه حياتك، يعني اسمها شريكه حياتك. حد هيبقى معاك فانت لازم تاخد بالك هو بيتصرف ازاي، بيتعامل ازاي، ولازم انت تمتص غضبه وتخش تقول. يعني عايز اقول لك ايه الفرق بين ايام الخطوبه ودلوقتي يا محمد؟ لا انا بالنسبه لي الحمد لله مبسوط جدا جدا في الجواز. يعني هل في ايام بس الخطوبه هي في مشكله ان انا باخد بالي من كل اللي بيحصل في الناس، ان اول ما تقول لهم يا متجوز تسمع دي ان هو يا ده انا مش عارف ايه هروح البيت. يعني بص، طب قد ايه انت شايف ان حاجه دي سيئه؟ يعني انا شايف الصراحه لو اي واحد شايف ان حياته مش كويسه ما يكملش، ممكن تجيله فرصه تانية يكمل يعني. بس هي مشكله عند الشعب المصري كله. انا باخد بالي ان كل الناس مش مبسوطه في الجواز وكل الناس متضايقه، في ناس مبسوطه برضه وفي ناس مبسوطه. اوعى تكون بتقول كده بس يعني عشان المدام هتشوفنا. لا بالعكس بالعكس انا لا. يعني احنا محمد نور مبسوط. لا وانت مطحون. ايوه. ليه يا تيمور؟ والله هو المشكله الاساسيه الاختلاف اللي هو حان وقت التحول اللي بيحصل للمراه قبل وبعد الجواز. الشاب قبل الجواز ساعه النحنحه والسهوكه. ايوه. والتليفونات بتاعت بالليل. ايوه. وخلي بالك يا حبيبي خليها تروح الاوضه الثانيه وكلمها بالليل. ايوه اللي هو خلي بالك ما انت قاعدها جنبك. أيوة. دخلها الاوضه الثانيه وكلمها. ما انا هقول لحضرتك جاي لك في السكه. اتفضل. اديني فرصتي وانا هنطلق. انا هديها لك. واللي هو لو سمحت خلي بالك من نفسك واوعى تتكعبل في الحلم وانت نايم والحركات دي. بتتصدم لما الراجل بعد الجواز بينصب يهتم. اصل هي معاه خلاص في البيت، مش هيقول لها وحشتيني وهي في اوضه النوم وهو في الحمام مثلا. ليه؟ ما مش هيقول لها وحشتيني. هيبقى اوفر اولا لو عمل كده، وبعدين في نقطه تانية مهمه جدا. أيوة. هيبقى مش حقيقي. طب هو مين المطحون بقى، انت ولا هي؟ ما هي اللي اتطحنت اهي. هو الفرق بقى هنا ايه؟ التحول. الست بتتوقع ان الراجل بعد الجواز هيفضل وحشتيني. طب ما انت كنت متوقع انها تفضل بعد الجواز تتكلم بالليل وتخاف على احلامك. خلاص بقت واقع، وبقت بيشوفها وهي شعرها منكوش الصبح وبيشوفها وهي بس هي الحقيقه. بص الحقيقه يا دكتوره ان اهم حاجه في الجواز الست. يعني الست لو كانت ذكيه صح الجواز كله هيمشي. رايك ايه يا رحاب؟ كل حاجه هتمشي. يعني هو ذكاء الست اهم من حاجات كتير قوي. قولي ردي يا رحاب. مظبوط اللي انا بقوله ده ولا يعني هو لو غابت اوكي الحياه تمشي تمام وهي ذكيه ممكن حياتها تستقيم. بص ذكائها هو اللي هيمشي البيت. بدليل مثلا انت المفروض ميعادك مع مراتك الساعه 8 هتخرجوا مظبوط. طيب حصل ان انت رحت لها الساعه 10 هتخش تلاقيها او 12 تعمل لك كده بالظبط. او 12. والله هو انت كنت فين بقى؟ اصل معلش يا حبيبتي انا اسف بس كان عندي شغل. والله انا بيحصل كده معايا مثلا. فانت لو داخل انت اوريدي داخل بتدافع شويه، فهي لا والله وتولع الدنيا. اقول لها انا اصلا ايه هنزل وتمشي وتسيب البيت. او تلاقي واحده ذكيه بتفكر تريحك تقول لك لا حبيبي مش مشكله ممكن يوم تاني بتاع. انت تقول لا يلا ننزل بقى. هو لابد يستوعب حاجه مهمه جدا، ان انت انتظارها في البيت سواء ان هي كانت عامله او غير عامله، مجرد انتظارك ده هدك عليها عالي جدا. الموضوع مش موضوع ان هي غيرانه ولا ان انت بتتكلم مع يعني واحده ولا حاجه. وهي قاعده 24 ساعه قدام قنوات التلفزيون. 24 ساعه مستحملاك. 24 ساعه مستحملاك. هو بيشتغل يا رحاب. هو بره لا يمكن يكون بيشتغل 24 ساعه. وهو متاخر عشان بيشتغل. لا يمكن يكون بيتاخر 24 ساعه. يعني هو النهارده لما يكون يعني انا برضه اسمح لي يا محمد، هي زوجتك عاقله جدا وذكيه بس هي برضو متأكدة انك بره في شغل. هي لو فاكرة ان هو بره قاعد متأكدة انك بره في شغل. في نقطة مهمة جدا انا بكلمك فيها يا رحاب، ان الموضوع ان هي خلاص انت اتأخرت خلاص والساعة بقت 10، فانا دلوقتي هيطلع من بقي 10 كلمات
معلش يا حبيبي حصل خير مثلا، مش مشكله ممكن ننزل يوم تاني، او هو انت كنت فين لما، ما هو دي مين اللي قال ان ده الكلام ده هيجيب نتيجه ايجابيه؟ تمام. هي عندها طاقه لازم تخرجها، صح. فهتخرجها، فهو هيزعق فهي تزعق، طب انا نازل، ويقول انا اصلا الحمد لله انا ما خرجتش الخروجه دي لاني فعلا ما كنتش هتبسط وانت ما تستاهليش. فانا اللي قصدي فيه بقى ان طالما الست هتقول حاجه معينه، جمله ممكن تقول جمله بناءه مثلا، مش لازم تقول له انت اتاخرت ليه وانا عشت زي الزفت. ما هو الواحد بيسمع ده، انت تفتكري مثلا لما الراجل يسمع ان مراته تقول له عشت زي الزفت وانا قرفانه، هيحاول يجتهد مثلا يبسطها؟ الحقيقه خلاص انا ماشي. انها فاهم تحبط قصدي؟ إطلاقاً. انما لو هي داخله قالت له يعني معلش مش مشكله حصل خير، هيقول لها طب يلا ننزل، ويروح لو يقدر يجيب لها هديه يجيب لها، لو يقدر يقول لها كلمه كويسه يقول لها. اظن يا دكتوره انا طلعت لك كل الحواديت على الترابيزه. ادي حضرتك زوج مطحون وزوجه مش فاهمه لسه انا، لا هي محايده مفتريه. محايده وفناننا العظيم محمد نور. حضرتك شايفه ايه الخرس الزوجي؟ يعني انه حد فينا رأيه سببه صح؟ ايه؟ يعني انا عايزه اوصل ليه احنا كنا بنتكلم وبطلنا نتكلم؟ ليه احنا كانت حياتنا كلها مشاعر ومكالمات تليفون دمها خفيف على قلبنا، وتحولنا بقت المكالمه عشان عبء او مسؤوليه او فرض؟ ليه يا دكتور؟ هقول لك، بطلنا نسامح وبطلنا نفهم بعض وبطلنا نسمع بعض وبطلنا نحب قوي. وانا حاسه ان احنا النهارده في حاله ترقب، يا ترى كل واحد بيترقب زوجه او زوجته ايه الخطوه الجايه. بطلنا ان احنا احط نفسي مكان الاخر، اللي متاخر ده متاخر ليه؟ فين حسن النيه في العلاقه؟ عايزين اقول هو متاخر عشان في شغله، ولما يبني نفسه هيبني اسرتنا كلنا. عايزه اتخيل زوجي راجع لعش دافي واحساس دافي واحتواء وحب، وزوجه فاهمه، ولا الزوجه لها متطلبات وتفكيرها واقف عند انا احتياجاتي ايه، فول ستوب. ما فكرتش غير في نفسها، ما فكرتش غير في نفسها، ما فكرتش هو شعوره ايه وهو راجع. هو دخل اعتذر وده كفايه. هتسمع منه وهتقول له ايه؟ يا ريت كنت اتصلت بيا طمنت قلبي عشان اطمن عليك. هو نفس الكلام الله يفتح بس عليك يا باسلوب دكتور، والله العظيم. يخليه شايف يعني الكلام؟ ايوه تمام. ما هو ده اللي انا بطالب بيه، اللي هو فكره ان يبقى فيه الذكاء العاطفي او الذكاء الاجتماعي اللي المفروض يكون موجود عند الست، اللي هي تختار الوقت المناسب اللي تطلب فيه الطلب المناسب. طب ليه بقى في موجود حدود بس عند الست يا تيمور؟ لسبب بسيط جدا، ان هي المفروض الست هي السكن، هي اللي توفر السكينه والهدوء في حياه الراجل، فبالتالي هو ده دورها. طب ما هو برضه الست بالنسبه لها الراجل سند. تمام. اذا كانت هي السكن تمام. هي محتاجاه سند، فمحتاجه انه يبقى هي محتاجه وقت ما تعوزه موجود. تقوي هذا السند علشان لما تستند عليه ما تقعش. صح الله ولا يفتح غلط؟ عليك، الله يفتح عليك. فاحنا بنتكلم في فكره اللي هو الذكاء الاجتماعي او الذكاء العاطفي اللي لازم يكون موجود عند الست، اللي هي بيبقى فيه قدر كبير جدا من الابريشيشن، يعني اللي هو كمان التقدير بس انت لما يفعله الراجل. انت بتلوم على الست طول الوقت. الست برضو يعني نتكلم بواقعيه، وانا عارفه انك انت راجل واقعي. مش دايما طبعا في الصفحه مش واقعي. في الصفحه لازم لكن انا عارفه انك انت شخصيه واقعيه. تمام. حضرتك عارف ان الست النهارده ما بقتش فاضيه بس للبيت. الست عندها عبء البيت فوق اعبائها التانية اللي ممكن تساوي اعباء الراجل. اللي هي ايه؟ ممكن العمل، ممكن الاولاد، كويس. ممكن مسؤوله عن اولا احنا يعني انا عندي، يمكن انا ما اعرفش حد يمكن يتفق معايا او يختلف معايا في التوجه بتاعي. انا مش محتاج الست في مجال العمل، لان ربنا ما خلقهاش عشان تشتغل.